ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو جديد النهارده. قبل ما نبدأ الفيديو تعالوا نصلي على الرسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. بصوا بقى النهارده هنذبح ارنب مع بعض. بصوا انا اول مره في حياتي اعرف ان الارنب بيتذبح بالطريقه او بيتسلخ كده. انا كنت بامانه كنت بحسبه بيتنضف زي الفراخ. فاهمين؟ يعني بنريشه كده بنحطه في ميه سخنه وبنريشه كده زي الفراخ. فانا اتفوجئت ان هو بيتسلخ بالطريقه اللي انتوا شايفينها دي. دي كانت مفاجاه بالنسبه لي. انا مش من اكيله او من محبين الارانب. انا بخاف منهم قوي. ما بحبش اكلهم. ما المسهمش. يعني ولا هم صحيين ولا هم مذبوحين ولا مستويين ولا اي حاجه، ولا ليا صله بيهم اصلا. مع اني اصلا يعني تحس ان يعني اسمع كده ان هم بيقولولك لحمتهم لحمه جميله وخفيفه وبتبقى مسكره والكلام الحلو الجميل ده كله. بس انا ما فيش ما بيني وما بين الارانب اي استلطاف. مفيش ما بيننا اي استلطاف نهائي. ما معرفش، ما مش عارفة. مع ان عندنا امي واخواتي وابويا كلهم بياكلوها، بس انا لو ما لا، ما ولا عيالي ولا جوزي ما جربتش اصلا ان انا اقول انا عايزه اكل ارانب، او انا اروح عند امي ومثلا تقول لي ايه احنا عاملين ارانب او تاخدي ارنبه او تاكلي ارانب. الكلام ده نو، مرفوض ابسولوتلي بمعنى اصح يعني. فبصوا، في ناس كتير ممكن تكون ما شافتش ذبح الارانب زي كده. فانا حبيت اعمل لكم الفيديو ده للناس اللي ما تعرفش او ما شافتش ذبح الارانب قبل كده. هو فيديو كده لطيف صغير كده. بس كده خلاص. هي بقى تبدأ بقى تتقطع كده زي الفراخ وتبدأ بقى ايه تطبخ. اشوفكم